السلام عليكم، السلام عليكم أيها الأبطال، السلام عليكم أيها الشرفاء، السلام عليكم أيها الرجال أبناء الجنوب العربي الأحبة في كل مكان، لله يدركم. تحية لكم من الأعماق، تحية من قلب الصومالي النابض بحب الجنوب وأبناء الجنوب، لله يدركم. هذه رسالة الاثنين 29 من شهر فبراير لعام 2016 للميلاد. تحية لكل أبناء الجنوب الشرفاء، وتحية للأبطال، وتحية لأرواح الشهداء، وتحية للمصابين والجرحى، والحرية بحول الله تعالى للمعتقلين والأسرى، والنصر لجنوبنا العربي الحبيب. اغتالوا العلامة الجنوبي العربي الشيخ عبد الرحمن المرعي العدني، اغتالوا كوادر الجنوب واغتالوا علماءها، ولكن السؤال من الذي يقوم بهذه العمليات؟ من هم ومن من يمولهم ومن يدعمهم؟ وما هي هذه الفئة؟ وأين هم القتلة؟ أين القتلة اللي كل يوم تعلنون اتكعدلت السيارة ومسكنا القتلة؟ 4 أنفار مسكناهم، 5 أنفار مسكناهم. القتلة الفجر اللي كل يوم تعلنون أنهم مسكتوهم وألقيتوا القبض عليهم، فينهم يا أخي؟ حاكمت واحد فيهم، أعدمت واحد فيهم. المتسببين في القتل حزب الزنادقة، هذا حزب اللا إصلاح، حزب الكفرة والفجر. إذا كانوا على أساس مسلمين ليش ما يقاتلوا من يقتل المسلمين ويقتل أئمة المساجد وعلماءها والمشايخ والدعاء وحفظة كتاب الله؟ ليش ما يقاتلوا هذه الفئة الضالة التي تدعي وتسمي نفسها القاعدة والداعشة والماعشة والفاحشة، لعنة الله عليكم إلى يوم الدين. قتل لعلماء السلف والسلفية، وقتل الكوادر الجنوبية، علشان بس تعرفوا من هم القاعدة، وهي صناعة من هذه القاعدة، ومن يمول هذه القاعدة، وعلشان تعرفوا أن حزب الزنادقة وحزب الله إصلاح وكلاب عفاش وعلي محسن هم القاعدة وهم الداعشة، وهم من يستهدف أبناء الجنوب، وهم من يقوم بتصفية كوادر الجنوب، وهم من يقوم بتصفية علماء الجنوب، علماء السلف والسلفية. وتبا لهم حزب الله إصلاح وحكومة شيليني أدريول. والله حكومة شيليني أدريول هذه حكومة والله غريبة قسما بالله. القرار الأممي 2216 من ضمن البنود عودة الحكومة إلى البلاد، عودة الحكومة إلى عدن. ولا واحد راجع، ولا واحد اللي يجي يجلس لي يومين 3 أيام ويفحط. ايش من حكومة؟ والله حكومة شيليني أدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدن تنتصر، عدن تنتصر، عدن تنتصر، وليخسى الخاسئون. سليمان قفز ووسع.